في فيلم صغير على الحب، سعاد حسني بتسأل خطيبها: هو مش كل إنسان في الدنيا ليه رغبات مكبوتة كده جوه أعماقه؟ فرد صلاح عليها: أنا شخصيا ما عنديش أعماق، ولو عندي ما أخبيش فيها رغبة مكبوتة، أخبي فيها رغبة مطبوخة، رغبة مشوية، رغبة محمرة. والله العظيم يعني بعد السنين دي كلها اكتشفت ان هو رده كان كويس. والله امال احنا كنا ظالمينه ليه بس؟ صلاح اصلا كان طباخ شاطر، وما كانش هيدخل سميح المطبخ من اساسه، وكان هيريحها من السؤال المعتاد بتاع الازواج كل يوم اول ما نصحى الصبح: هناكل ايه النهارده؟ وكان بيحب سميحه وبيهتم باكلها، وكان بيخترع اكلات جديده ليها، وبيعمل دقيقه مسقعه تاكل صوابعها وراها. صلاح برضو كان موظف في بنك وعنده دخل ثابت، وكمان كان عنده شقة باسمه، يعني مش متأجرها. أي نعم هي دور أرضي والعيال طول الوقت بتصدعه، بس اسمه برضه عنده شقة، يعني برضه مش هيبهدلها في الإيجار والذي منه. وكان شاري لها بوتاجاز 9 عيون، والله كان مدلعها. السؤال بقى، هو صلاح خطيب سميحة ما كانش خطيب مثالي ليه؟ بكل الظروف وبكل المقاييس والمعطيات ديت هو خطيب مثالي فعلا. قول لنا تحت في الكومنتات رأيك.